هذه عقيدتنا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يوسف بن تاشفين أمير من أمراء المؤمنين، قامت له دولة في المغرب فحرق، فأمر بإحراق هذا الكتاب إحياء علوم الدين، وجعل الضرائب لمن وجد في بيته هذا الكتاب. بارك الله فيكم. والآن كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال تجمع وتوضع في المكاتب للأسف. تجد كتب الضلال، كتب سيد قطب وكتب غيره وكتب غيره من أهل الأهواء والبدع كالإخوان المسلمين، وعلى رأسهم القرضاوي الضال. هذا تجد الآن في كل المساجد. عندما كانوا أولوا الأمر إلى ساسة الإخوان المسلمين في الأوقاف، غزوا هذا البلاد وهذه المساجد بأفكار الإخوان المسلمين من أجل أن يشوهوا صفاء الإسلام وأن يربطوا الناس بهؤلاء المبتدعة الضلال، ويرونهم ويصورونهم بأنهم علماء الإسلام والمسلمين، حتى تروج أو يروج باطل هؤلاء على المسلمين ويحصل لهم من الضلال ما الله تبارك وتعالى به عليهم. فينتبه الإنسان من هذه الكتب التي في المساجد ويحرص كل الحرص على إخراجها وإتلافها، فلا قيمة لها عند السلف رحمهم الله. قد أشار ابن القيم إلى هذا، أنها لا حرمة لكتب أهل البدع أبدا، ولا ضمان حتى على من أحرقها، بل لو استعارها من شخص وعرف أنها من كتب أهل الضلال فإنها تحرق وليس بضامن ولا شيء عليه. فكتب أهل البدع لا قيمة لها عند أهل السنة أبدا. لم يقل أحد. أما ما يقوم به بعض الحدادية من إحراق كتب الشروحات، كتاب النووي رحمه الله في شرح مسلم، وكتاب الحافظ ابن حجر فتح الباري، على أنهم أشاعرة، ويحرقون هذه الكتب على أنها كتب أهل البدع، فهذا من الضلال، هذا من أفعال الحدادية. أو يأتون إلى كتب المالكية الأشاعرة التي هي مراجع في التفسير، فيحرقون هذه الكتب على أنها كتب أهل البدع، وهم والله أهل البدع الذين يحرقون هذا التراث التي توارثها عليه أهل العلم ويوصون به ويستفيدون منهم ومن علمهم، حتى جاء هؤلاء النابتة من الحدادية الفجار فأمروا بإحراق هذه الكتب، فيتبعهم الناس في ضلالهم وفي حماسهم وفي دعواهم على التمسك بالسنة ومنهج السلف، ويلهثون بالتمسك بالسنة، وهم من أبعد الناس عن السنة وعن منهج السلف، وما هم إلا معاول لهدم المنهج السلفي بهذه الأساليب. فكل فترة من الزمان إلا وظهر لنا فكر يدعي السنة ويدعي أنه من أتباع العلماء، وهم هدام لهذه الطريقة ولهذا المنهج. وكثير الآن نسمع ونرى من أدعياء يحبون الشيخ فلان والشيخ فلان، هذا إنما من أجل استقطاب الضعفاء من السلفيين، حتى إذا استولوا عليهم بثوا فيهم هذه الأفكار الفاسدة وهذه النعرات الجاهلية التي نسمعها، ومن هذا الافتخار بالأنساب والطعن في أعراض المسلمين وتولي أهل البدع، بل ووصل بهم الحال إلى أن يعرض عليهم أهل البدع الأراضي يشترونها لهم من أجل إقامة المراكز، ولو علموا أنهم يعادونهم أو أن بينهم وبينهم خصومة ما تولوهم وما استدعوهم وما قبلوا بهم. ولكن عندما عرفوا أفكارهم وعرفوا إرادات هؤلاء الناس أنهم أصحاب فتن، يأتون إلى السلفيين باسم السلفية، ويأتون إلى الإخوان المسلمين على أنه منهم وفيهم، ويلبس للسياسة ألف لبس كما قال اليمني هذا اسمه، ويلبس للسياسة ألف لبس. فعند الإنجليز يعد منهم، وفي باريس محسوب فرنسي. إيه لا تأتي يا شيخ، تأتي المساجد تحرق كتب في المسجد، لا ما يصلح. تثير فتن وتؤلب الناس أو عامة الناس على أئمة المساجد، لا، وتشوه صور السلفيين، لا، بطريقة
حكيمة بارك الله فيك.